يمنا في كلام في الكرة وختام الأسبوع وحرقة الحصاد، لكن النهاردة اليوم كله عن منتخبنا الوطني الأول اللي بيشارك في بطولة كأس العرب في الشقيقة قطر في الدوحة. والنهاردة مباراة منتخبنا أمام منتخب الكويت اللي استضافها ملعب لوسيل، اللي كان شاهد على قبل كده مباراة السوبر لنادي الزمالك أمام الهلال. يسعدني وبيشرفني النهارده في حلقه النهارده وختام حلقتنا وبدايه حلقه جديده النهارده عن منتخب مصر، وهنتكلم عن قائمه كابتن حسام حسن مع نجم مصر ونجم نادي الزمالك السابق محللنا الفني الرائع والجميل الصديق العزيز كابتن رامي سعد. برحب بيك كابتن رامي، شرفني نورنا حبيبي. حبيبي يا كيمو، دايما بتشرف بتواجد معاك ودايما متالق ودايما في نجاح ان شاء الله. الشياكه عايزه ايه؟ انا برضو كلمني انا برضو ده الشياكه. انت مالك الشياكه يا نجم مصر. كابتن رامي حبيبي يا تشرف نجم مصر حبيبي. بطوله بوجه عام كده، بطوله كاس العرب احنا كلنا اتفاجئنا، وكنت بستمع الحديث للاستاذ الكبير شيخ النقاد الرياضيين كلهم الاستاذ حسن مستكاوي صباح اليوم عبر اون سبورت، كان بيتغنى بهذه البطوله وكم السرعات اللي في المباريات وكم الجري اللي في المباريات وكم المباريات القويه جدا والتنافس واللعيبه اللي عايزه تثبت وجودها عشان في منتخبات زي تونس زي سوريا زي الامارات زي مصر زي قطر زي تونس عشان يثبتوا وجودهم ويروحوا المنتخبات الاولى في كاس العالم سواء او كاس الامم الافريقيه كمان اللي خلاص القوائم كمان اعلنت بالفعل يعني. فالبطوله بادئه قويه جدا يا كابتن رامي على غير المعتاد وعلى غير المتوقع، والناس ما كانتش مديه الموضوع حيز من الاهتمام بالشكل اللي عليه هذا الصخب وهذا الاداء الجيد جدا جدا جدا، والنتائج اللي من اول مباراه في مفاجآت بتحصل يعني. احنا بنشوف فلسطين، مليون مبروك طبعا منتخب فلسطيني بيكسر الدنيا امام قطر، مكسره الوكله الابيض الاخضر واليابس وهي بتفوز. سوريا وتونس مباراه رائعه، دي اتفرجت على مباراه رائعه والسجال كان جامد جدا، ولكن سوريا بتقدر تخطف وبتاخد 3 نقاط مهمين جدا. مصر النهارده اهدرت فوز سهل بضربه الجزاء الضياع امام من عمرو السوليه، لكن بتتعادل مع الكويت. الاداء مش يعني اداء كان كويس جدا في الشوط الاول، يعني الاداء برضو مش هنقدر نلوم عليهم. المنتخب عمل مباراه كويسه، كابتن حلمي وجهازه اشتغلوا كويس واستعدوا كويس كمان بمباريات وديه امام الجزائر وامام تونس وامام المغرب وامام البحرين، يعني كان في استعدادات قويه جدا. لكن البطوله بوجه عام حضرتك شايفها ازاي على المستوى الفني وعلى مستوى النتائج كمان، وبعدين هنرجع بقى نعرج على مباراتنا اول امس مع المنتخب الكويتي. خليني اقول لك ان البطوله باديه بدايه قويه جدا على عكس المتوقع. نعم. ان معظم من اللعيبه المحترفين واللعيبه الدوليين مش موجودين في البطوله، ولكن المنتخبات المشاركه كلها بتنافس بقوه على حصد لقب كأس العرب. نعم. والحقيقه تنظيم اكثر من رائع كريم. دوله قطر الشقيقه الحقيقه يعني ملاعب ايه واستاد ايه ومدرجات ايه وجمهور ايه والحقيقه حاجه روعه. دولة نظمت كاس عالم وابهرت العالم وعملت فالبطوله تنظيم رائع. البطوله الحقيقه بطوله قويه، بطوله مهمه. كنت اتمنى ان منتخب مصر الاول هو اللي يشارك يبقى تجهيزي لبطوله افريقيا افريقيا، ولكن خلينا نقول ان البطوله بشكلها الاول في الاسبوع الاول او في الجوله الاولى. نعم. مباريات قويه جدا بين كل المنتخبات زي ما انت قلت كده، النتائج عكس التوقعات بتاعه المباريات. اكيد. يعني الافتتاح قطر وفلسطين، قطر مستحوذه تقريبا 90 دقيقه وفلسطين راحت جابت هدف. نعم. عندك سوريا وتونس. نعم. تونس مستحوذه تقريبا المباراه كلها وسوريا تروح تجيب جول. مصر والكويت، مصر الشوط الاول تكسب 4-5 مرتاح. نعم. الشوط الثاني هي اللي بتسبق مصر في احراز الهدف، ومصر بتتعادل بصعوبه. فالحقيقه فيها مفاجآت كبيره مهمه جدا البطوله الحقيقه لابراز بعض اللاعبين اللي يستحقوا تواجدهم في منتخب مصر الاول. في مباراه مصر النهارده في اكتر من لعيب الحقيقه. في تساؤل كبير جدا، ازاي قطه ما يبقاش موجود يا جماعه في بطوله كاس العرب؟ منتخب مصر كان لابد ان هو ياخد قطه، وخاصه ان الراجل جايب 3 أهداف في اخر ماتش افريقي وعامل مباريات قويه جدا السنه دي مع بيراميدز
وحاجه يعني ولا اروع زي ما بيقولوا. طب الناس بتختار على اي اساس؟ يعني النهارده مثلا احنا شفنا النهارده النني الحقيقه، النني لازم يبقى موجود في منتخب مصر الاول. نعم. في ظل اللعيبه اللي موجوده عندك في منتخب مصر في نص الملعب، انت محتاج النني كقائد وداعم للعيبه اللي موجوده. لو هيلعب شوط، لو هيلعب 25 دقيقه، لو هيلعب 30 دقيقه، نعم. وجود النني الحقيقه في منتخب مصر الاول مفيد جدا. النهارده عندك النهارده الحقيقه الغنام محمد في نص الملعب يا كريم، واحد من اللعيبه المميزه جدا جدا جدا، لعيب متاسس ولعيب عنده كوره ولعيب الحقيقه مهم جدا. نعم. في نص ملعب منتخب مصر ومميز جدا. النهارده يحيى زكريا اكتشاف جديد في الليفت باك. نعم. او في الفول باك ليفت، الحقيقه نعم. لعيب جيد. النهارده الحقيقه ازاي اكرم توفيق مش منتخب مصر الاساسي؟ ده بجد والله ده بقى تساؤل غريب. الاساسي هو طبعا طبعا يلعب على اي حد في منتخب مصر الاول. جاي لك ليها دلوقتي طبعا. نعم. يعني انت النهارده انت بتشوف اكرم توفيق في النواحي الدفاعيه والنواحي الهجوميه ما شاء الله، قوه بدنيه جباره ولعيب الحقيقه مميز جدا. وانت عندك في بطوله افريقيا عندك الاحتكاك قوي، محتاج لعيب قوي، محتاج لعيب سريع، محتاج لعيب يدافع كويس جدا تحت صلاح. ازاي انت مش واخده تلعبه باك رايت؟ فالحقيقه يعني انا شايف ان البطوله الحقيقه اكتشاف كبير وتجهيز كبير جدا لعدد من اللعيبه اللي ممكن تبقى متواجده الفتره الجايه في المنتخبات الوطنيه الكبيره زي منتخب مصر، منتخب المغرب، منتخب سوريا، منتخب فلسطين. يمكن منتخب فلسطين بيلعب بالفول تيم بتاعه لانه ما عندوش بدايل. عندك منتخب سوريا نفس الموضوع، ولكن في منتخبات زي منتخب مصر، منتخب الجزائر، منتخب تونس، منتخب المغرب الحقيقه نعم. كلهم بيلعبوا باللعيبه المحليين، ودي الحقيقه حاجه مهمه جدا للعيبه. التشكيل النهارده كابتن حلمي طولان برضه يعني رغم ان هو ضم عناصر جديده، ضم في حراسه المرمى بديل الشناوي، جاب عواد. النهارده بيلعب ببسام، بيلعب بياسين مرعي، بيلعب برجب نبيل، اكرم توفيق، يحيى زكريا، غنام محمد والنني وعمرو السوليه اللي ما كانش موفق النهارده في ضربه الجزاء في مباراه الامس، اسلام عيسى، مصطفى ميسي، ومحمد شريف. تغييرات كابتن حلمي طولان النهارده كانت قفشه بدل النني في الدقيقه 61، ومروان حمدي بدل محمد شريف في نفس الدقيقه، وفي الدقيقه 72 ميدو جابر بدل ميسي، وكريم فؤاد بدل يحيى زكريا. شفت التشكيل ازاي النهارده، وكابتن حلمي قدر يتعامل مع المنافس منتخب الكويت ازاي، واختياره لهذه التوليفه اللي النهارده اثبتت ان هي قادره ان هي تمثل هذا المنتخب في معترك وفي جوله وفي منافسه قويه جدا هي كاس العالم. خليني اقول لك ان المباراه النهارده كانت مباراه سهله جدا في الشوط الاول انها تخلص 3-4 لمنتخب مصر. نعم. يمكن احنا عندنا مشكله كريم في الجزء الاخير. يعني انا كنت مع عدم انضمام محمد شريف لمنتخب مصر الاول الحقيقه. لا يستحق انه يبقى متواجد في منتخب مصر الاول مع منتخب كابتن حلمي، مع منتخب الاول، فان هو ينزل لمنتخب كابتن حلمي ومش قادر يتحرك في قلب البوكس بشكل كويس، خاصه ان انت بتلعب برقم 9 صريح وبتلعب باثنين نعم. على الاطراف. ومحمد شريف في معظم الاوقات او في كل الاوقات بيطلع يتطرف، وهو فيرود او الاسترايكر الوحيد لمنتخب مصر جوه الصندوق. دي كانت واحده من نقط الضعف بتاعت منتخب مصر في الشوط الاول. نعم. فمنتخب مصر الجزء الاخير الحقيقه اسلام عيسى الحقيقه لعيب جيد، بيعمل تقريبا كل حاجه في الجزء الامامي الا احراز الهدف. مصطفى سعد ميسي اعتقد ان مش هو كواليتي اللعيب القوي اللي يقدر يخلص، عنده مهاره، خلينا نديله حقه ونقول ايه السلبيات اللي عنده. نعم. يعني النهارده في واحده كريم، واحده من الكرات اللي الحقيقه سهله جدا عمل فيها عمل فنت وعمل ترقيصه في ال 18 وخلاص بقى في 6 ياردة تمام، وقام راجع بيها لتحت. فاعتقد ان انت عندك مشكله في الجزء الامامي، احراز الاهداف، اللعيبه مش اكتف على الجول، اللعيبه مخضوضه. عندنا النهارده مثلا يحيى زكريا في كرة دخل بيها جوه ال 18 في قلب الجول، اتخض من الموضوع بعملها بالعرض، ولا هي للعيبه ولا اللي هي في اتجاه المرمى، خد قرارين فيها في نفس الوقت. بالظبط كده. فكل الحاجات دي العوامل اللي احنا محتاجين نشتغل عليها، كابتن حلمي محتاج يشتغل عليها بشكل جيد، هي الانهاء على المرمى في الجزء الاخير. ازاي يوجد حلول للعيبه الاماميه او الجزء الامامي، الخط الامامي لمنتخب مصر، ان هم يبقى عندهم سهولة أو مرونة في إحراز الأهداف، لأن هو ده اللي ينقص منتخب مصر. منتخب مصر الشوط الأول مستحوذ على الكرة بنسبة 100%. نعم. بيعمل كل حاجة في الكرة. إن هو فرقة الكويت الحقيقة احترمت منتخب مصر بشكل جيد جدا. عندها أكتر من لاعب الحقيقة، عندهم مهاجم جيد جدا وعندهم وينجر جيد جدا، عندهم أكتر من لعيب في نص الملعب جيدين.
ولكن منتخب مصر كان هو المستحوذ بشكل كبير جدا على مجريات المباراه في الشوط الاول. اهدرنا فرص كتير جدا، يعني بقول لك احنا دخلنا 18 بتاع 5 6 7 مرات ومش عارفين نحرز هدف. عمليه الشوط من على حدود ال 18 اللعيبه من بره، اللعيبه بتتردد كتير، يعني ياخد قرار الشوط وبعدين يجي مباصي. ممكن الحاجات دي بتصنع الفارق. يعني النهارده انت منتخب مصر كنت متعود تشوف حسني عبد ربه، محمد شوقي، تامر عبد الحميد دونجا، الناس دي الحقيقه كانت بتنقل لك نص الملعب بتاعك او كانت بتوجد لك حلول من الشوط من خارج ال 18. ده ينقص منتخب مصر في الوقت الحالي. عندك مشكله كمان كبيره جدا وانت مستحوذ على الكوره، اي كاونتر اتاك يا كريم خطوره كبيره جدا. يعني منتخب الكويت راح ب3 كرات على المرمى في الشوط الاول، الثلاثه كانوا اخطر من بعض. يعني في فاولين في منتهى الخطوره، في كره هجمه مرتده في منتهى الخطوره. التمركز للمدافعين او الباكين، الباك ليفت خاصه يحيى زكريا الحقيقه هو خامه كويسه، ولكن برضه هنديله عذره ان هو لسه لعيب دولي جديد لسه الخبرات بالظبط كده. هيكتسب الخبرات من اللعب الكتير مع المنتخب، ده هيدي لك احقيه ان انت يبقى عندك ليفت باك او باك ليفت يكون كويس، تقدر تشتغل عليه في منتخب مصر الاول في السنين اللي جايه. فبالتالي يعني مش عايز يعني زي ما بيقولوا كده ايه، اضغط عليه او يعني اقول عليه كلام هو لسه بدري قوي عشان نقوله. يعني نقوله بعد مثلا ما يلعب 15 ماتش دولي ولا حاجه نبدا نقول يعني الكلام ده، نقوله على فتوح لو اخفق، لو اكرم لو اخفق، ولكن لعيب لسه منضم لمنتخب مصر وفي البدايات. فاعتقد ان هي بطوله جيده جدا، تجهيزيه اللعيبه كتير جدا. تعليقي الوحيد بس ان احنا النهارده عندنا ميدو جابر بره، لعيب الحقيقه عنده خبرات وامكانيات كويسه جدا. اعتقد ان كان ممكن يبدا مكان مصطفى سعد ميسي. مصطفى سعد ميسي يمكن هو لعيب عنده مهاره بس مش لعيب مفيد، يعني ما يقدرش، ما عندوش حته اللي هو يروح للجول ويعدي ويشوط على الجول ويبقى عنده الطمع في الجزء الاخير زي اسلام عيسى. اسلام عيسى عنده دي، عنده ان هو بيعمل كل حاجه، عنده دريبلينج كويس، بيعرف يعدي، بيعرف بيقدر يضغط بشكل جيد، بيقدر يروح للجول. ولكن النهارده احنا شفنا منتخب مصر بيلعب على الاستحواذ والتحضير كتير قوي اللي هو بدون فايده. فده منتخب مصر لازم يوجد حلول ويبدا يلعب على اللعب المباشر للمرمى عشان يقدر يحرز اهداف ويعمل زياده عدديه جوه ال 18 يا كريم. لان انت كان عندك النهارده مشكله، محمد شريف زي ما بقول لك بيخرج بره ال 18 وهو فيرود وحيد. فانت الكرات العرضيه كلها جوه البوكس وجوه ان هو يستغل وان هو يفنش. انا النهارده كنت عايز بس اللمسه الاخيره، كنت عايز الفينشنج على مرمى منتخب الكويت، كنت ارتحت بدري. ضربه الجزاء لو كانت احرزت كنا برضه هنبقى مرتاحين بدري. ضربه الجزاء دي نقطه مفصليه لمنتخب مصر. خلي بالك عمرو السوليه خرج بره المود بعد اهدار ضربه الجزاء. ومنتخب الكويت بدأ ياخد ثقة من جديد وبدأنا نشوف خطورته يمكن بعد ضربة الجزاء. بدأ يروح بكورتين ولا حاجة على مرمى محمد بسام. في واحدة منهم يا كريم في منتهى الخطورة بعد الفاول. لا ده في الشوط الأول بعد الهدف بعد ضربة الجزاء. في واحدة ضربة حرة مباشرة الحقيقة الراجل لعبها على الأرض، عدت من ياسين مرعي، كانت في منتهى الخطوره. الراجل حط رجله غلط طلعت فوق المرمى. وفي واحده اللي بسام طلعها برضه، وفي اللي بسام طلعها، وفي واحده في اخر دقيقه بسام عمل عليها تراي وجابها من رجل الراجل انفراد مباشر. ففي مشاكل في التمركزات الدفاعيه، يمكن احنا قلنا الكلام ده قبل كده في اكتر من حلقه، ان احنا عندنا لابد ان المدربين بتاعتنا تشتغل على الجزء الاخير في التمركز بتاع اللعيبه. النهارده الهدف بتاع منتخب الكويت واضح تماما ان عندك مشكله في قلب الدفاع، وعندك مشكله في التمركز، وعندك مشكله في المراقبه، وعندك مشكله في وقفه اللاعبين نفسهم جوه ال6 ياردة وبره ال6 ياردة، لان الراجل طالع بمنتهى الاريحيه وطالع بالكوره مفيش حد معاه لا قدام ولا ورا ولا حد قريب، كل الناس سايبه اللاعب طالع براحته وحاطط الهدف وموجه الكره طلقه، مش ضربه راس، دي طلقه طالعه داخله هدف رائع. والكورنر كمان ملعوب معمول باتقان غير طبيعي. لكن احنا عندنا خطا في اللاعب ده، لو في واحد قدامه او في لاعب مان تو مان معاه في صدره هيطلع هيضايقه معاه، مش هيخليه يلعب الكره بالاريحيه. لسه هاجي لك في النقطه دي، فعلا نقطه مهمه جدا. في ايه؟ في الضربات الركنيه اللي على منتخب مصر. انا ضد
انا من المدربين اللي عندي الفلسفه بتاعه المان تو مان داخل ال 18. لازم مفيش حاجه اسمها دفاع منطقه كل واحد بيقف بشكل مقوس على لحمايه المرمى، ويطلع واحد يسقط من بين اتنين يجيب جول ويبدا ينوم على بعض. مش هنعرف مين اصلا مين هو رجل مين، هو المان بتاع مين بالظبط. فانا دايما من انصار ان انا لازم امسك مان. نعم. وانا بما ان انا عندي قراءه وعندي معرفه بكل اللاعبين الموجودين للمنتخبات، المفروض ان انا ببقى معرف مثلا رامي هيمسك كريم من المنتخب اللي قدامه، فلان هيمسك فلان، فخلاص بقيت مان تو مان، بحيث ان انا لما النهارده الراجل اللي يجيب جول من لاعب اقدر احاسبه، اقدر اقول له لا كان التمركز بتاعك كذا، لا لازم تعمل كذا. خلي بالك كمان يا كريم في الضربات الركنيه الوقفه بتاعت التمركز الجسدي للاعبين، البادي بوزيشن بتاع اللعيبه. في مشكله كبيره جدا ان اللعيبه طول الوقت خلاص انت اصلا انت في قلب الجول مش محتاج تروح للراجل بجنبك. خلي بالك دي بقى من الاخطاء اللي ناس كتير بتقع فيها، ومدربين كبار على فكره بتشتغل عليها، ان اللعيب في ال6 يارده يقف بجنبه. انا لازم اقف بظهري للجول عشان ابقى شايف الكوره اقدر اطلع يمين وشمال. الناس كلها بتقف بجنبها للجول وجنبها لخط ال6 يارده. ويمكن دي من المشاكل اللي بتعمل لخبطه للعيبه في عدم الاتزان، لو الكوره عدته ما يقدرش ينط، لكن لو هو واقف بجنبه واقف ضغط المرمى جوه ال6 يارده اعتقد ان الامور هتبقى افضل كتير. والمان تو مان داخل ال 18 من الحاجات اللي انا واحد من الناس اللي بحب اشتغل عليها، لان هي دي. هقول لك على حاجه، اللعيب لما بيلعب مان تو مان مع اللاعب بيبقى عندهم عدم الحريه في الحركه. يعني ايه؟ يعني من اللعيبه اللي جايه من بره جايه مش ممسوكه، فهو بيطلع في الهواء بيلعب الكره بدماغه وهو مرتاح، غير لما يبقى معاه لعيب بيشاكس معاه ويخبط في كتفه ويمسكه ويشد في التيشيرت بتاعه. الحاجات دي كلها بتخلي اللعيب تركيزه يقل وما يعملش الجامبنج العالي. فبالتالي انا ضد ان اللعيبه تلعب دفاع منطقه في الضربات الركنيه. التمركزات الدفاعيه للعيبه محتاجه عندنا تبقى افضل من كده. وخلي بالك انا مع ان منتخب مصر يبقى فيه مطورين اداء في النواحي الفنيه للعيبه، لان المدربين ما يبقاش عندها وقت تقدر تشتغل على الحاجات دي كلها. انت كمان يمكن من البدايه رامي او من قبل كده بكتير كنت اتكلمت على موضوع ان احنا لاعبتنا او مدافعين السردباكات بتوع كل انديه مصر بما فيهم اهلي والزمالك وبيراميدز واسماعيلي والاتحاد ومحله وكل الانديه الكبيره الموجوده، سيراميكا، بنك الاهلي، في مشكله، وفي مشكله على مدار سنين كتيره جدا. طبعا ما زلنا في الحته الدفاعيه دي وحراسه المرمى كمان، يعني باستثناء طفرات كده بتحصل، لكن احنا كان عندنا فيها وقت من الاوقات ما كانش عندنا حراس مرمى اصلا. صحيح. ما كناش لاقيين. فالموضوع دلوقتي بتاع التمركز الخاطئ، اللاعبين المدافعين بتوع كل الانديه، وبالتالي هيتاثر على المنتخب، لان كل الموجودين دول هم لعيبه الانديه بتاعتنا، فانت ما عندكش الكواليتي اللي انت تقدر تعتمد عليه. يعني النهارده لما يبقى معاك مثلا واحد زي محمود علاء والونش في وقت من الاوقات كانوا اساسيين في الزمالك واساسيين في المنتخب، وكان عندهم مشاكل مش عارف تحلها. بالظبط. حسام عبد المجيد هو دلوقتي الحارس المساك الاساسي في نادي الزمالك، وعنده مشاكل ومش عارف تحلها. والغلط بالظبط كده. السبيل او في النادي الاهلي نفس الكلام، ياسر ابراهيم الغلطه جون، والغلطه تضيع مباراه، والغلطه تضيع بطوله وتطلعك من بطوله زي ما حصل في ماتش سان داونز. المشكله دي تتحل ازاي؟ المشكله دي هل الاستعانه اللي هو البروفيشنال كوتش بتاع مثلا ده مدرب للمدافع بس، ده مدرب للجون بس، ده مدرب للمهاجم بس، زي ما بيحصل بره بعض الاوقات. ده اللي انا بقول لك عليه بقى، اللي هو لازم منتخب مصر يبقى فيه مطور اداء فني ومهاري للمنتخب يكون بيشتغل على العوامل اللي ناقصه للعيبه. يعني انا النهارده لو انا عندي اسبوع 10 ايام ان انا اقدر اجهز فيها اللعيبه، ابدا اشتغل مثلا حاجات تخصصيه مع المدافعين في المشاكل. احنا عندنا المدافعين، يعني هقول لك على حاجه، حسام عبد المجيد في مباراه الاهلي راح مع طاهر محمد طاهر وعمل تاكلين، وطاهر اصلا بيقع. يعني طاهر لو انا النهارده مدافع واقف ورجلي اليمين في اتجاه الكوره ناحيه رجلي اليمين، لو رحت برجلي اليمين وانا واقف وطاهر بيلعب الكوره كنت خدتها ودخلت بقى جوه الملعب تاني. لكن انا حسام اول قرار خده في ال 18 وده خلي بالك من الاخطاء ده اخر حاجه. المفروض ان انا بيبقى عندي بورده زي دي كده كريم، اقعد اشرح للعيبه عليها واقول له هنا الموقف ده كان فيه مشكله، انا ما ينفعش اعمل تاكلين في ال 18 وخاصه في ال6 يارده. ليه؟ لان النهارده انت عندك مشكله ممكن تروح تاخد، خلي بالك فيها طرد مباشر لو دخل على رجل اللاعب. فانا النهارده في الاماكن اللي زي دي انا المفروض بروح اعمل بلوك على اللاعب بجسمي وبرجلي اللي في اتجاه الكوره عشان اقطع الكوره او اطلعها بره في اتجاه الاوت. لكن انت عندك اللعيبه
اول قرار بيروح يعمل تاكلين. عشان كده مثلا احنا النهارده في ماتش مباراه منتخب مصر اول قرار خده النهارده ميسي لما راح استلم الكره قام قاطم، اول حاجه الراجل كان رايح عاملها تاكلين فقام واقع. فاهم؟ فانت اللعيبه لازم يبقى في مطور اداء فني ومهاري يبدا يتكلم مع اللعيبه، يبدا يعمل برامج للعيبه ويقول لهم ان انا الكره لما تبقى في الوضع ده اروح برجلي اللي في اتجاه الكره عامله ازاي، واتني ركبتيني وابص على الكره مش على جسم الله. ليها بص الموضوع هو ليها علم وتكنيك يعني موجود يعني ده حاجه يا باشا. 1 زائد 1 بتساوي 2. لما اعمل كذا في الموقف ده اعمل كذا، في الموقف ده اعمل كذا، في الموقف ده اعمل كذا، يعني بتكتسب. ده قصدي اللي انا عايز اقوله، ان انت ممكن تنمي مهاراتك، ان انت ممكن حاجه زي دي تكتسبها. كان عندنا مدرب مسكنا في شباب الاردن اسمه عيسى الترك، ده من افضل مدربين الاردن. يعني ده مدرب حاجه جامده في الكوره في الاردن الحقيقه. تمام. واخد بطولات كتيره جدا مع نادي الوحدات ومع نادي الشباب الاردن، ومن المدربين الكبار قوي في الاردن. كابتن عيسى الترك ده كان بيعمل لنا حاجه مهمه جدا. كان بيجي يا كريم يقول لنا في المحاضرات النظريه كل واحد يعمل خطه لعب ويطلع يشرحها على البورده، كل واحد يعمل خطه لعب يطلع يشرحها. كنا لعيبه. انا كنت بلعب معاهم وانا عندي 16 سنه ونص. يعني انا لعبت في الاردن عندي 16 سنه ونص. لعبت عندهم 3 سنين او 2 ونص. عايز اقول لك ان الراجل ده كان بيعمل حاجه مهمه جدا. يقول لك وانت راجع من البيت في التدريبه النظريه دي، احنا بنقعد مثلا بتاع 45 دقيقه قبل التمرين، نيجي ساعه قبلها بساعه ونص ولا حاجه، ونبدا نشتغل على كل واحد يجيب البوزيشن بتاعه ويجيب ايه هو المتطلبات الموجوده للاعب ده في البوزيشن ده. حلو. يعني انت اكتب لي انت كمهاجم ايه مواصفاتك، ايه مميزاتك، طب الكره لو مع الخصم انت تعمل ايه، طب امتى تضغط عليه وامتى ما تضغطش عليه. حقيقه الحاجات دي من الحاجات اللي بتخلي اول حاجه بتبني شخصيه اللاعب، تخلي اللعيب حتى لما يجي يبطل يبقى عنده رؤيه وعنده فكر كبير، خلي اللاعب لما يفضل يفكر طول ما هو موجود في الملعب. الكوتش ولا المدرب بتاعه المدير الفني لما يجي يدي هو فاهم هو بيقول ايه بالظبط، يعني بيحضره كمان بشكل اوسع ورؤيه بالزبط. اشمل بالزبط. واستيعاب اكتر، بحيث ان هو المعلومه هيستقبلها هينفذها في المباراه بالظبط كده بالظبط. فانا شايف ان لعيبه منتخب مصر، تخيل بقى لعيبه المنتخب العظيم جدا بالدفاع الحديدي بكابتن علاء عبد العال في مباراه الاهلي. نعم. مباراه الاهلي لو لعيبه الاهلي موفقين كل مباريات الدوري لا خلي بالك الاهلي لو موفق في مباراه غزل المحله كان كسب غزل المحله 6. نعم. ده في 6 كور محققين. فرص. ده في كور في قلب الجول لعيبه تلعبها بالدماغ تطلع فوق العارضه. بس لا يقلل من الجهد، لا ما يقللش، بس انا بقول لك غزل المحله من بدايه الموسم وكابتن علاء عبد العال، لانه هو هذه هي السمه المميزه الكابتن علاء عبد العال والفريق وناجح فيها. يعني هو من اقل الفرق اللي داخل فيها اهداف. خليني اقول لك على ما اتذكر ان لم يكن هو اقل فريق داخل فيها اهداف. ده سببه ايه بقى؟ ده سببه ايه؟ مش ان هو كويس قوي، مش ان هو وحش. هو راجل طبعا بيشتغل، بس انا بقول لك في ظل ان هو شغال وان هو من احسن الدفاع الموجود في الدوري. ايوه يعني هو بيشتغل على الحته دي اهو. الاهلي كان يقدر يكسب 5-6. ليه؟ حته التوفيق والتركيز قدام ال 18. يعني هقول لك على حاجه، هو لو بيلاعب مثلا التيم بتاع الزمالك والزمالك اللعيبه بتاعته مركزه وبتشتغل وكل لعيب يقدر يوصل ل 18 يجيب جول، فين بقى الدفاعات في الحته دي؟ ما هو بس هو ناجح فيها. ما انا بقول لك الفرق الثانيه اهلي وزمالك وبيراميدز ما عملوش، الفرق دي ما عملتش حاجه قدام المحل. مساعدوا على كده عدم تركيز اللعيبه في الجزء الاخير، وده اللي احنا شفناه النهارده في منتخب مصر. انت في منتخب مصر النهارده تكسب فرقه الكويت الشوط الاول 5-0 5. نعم. انت عايز اكتر من كده ايه؟ ولكن عدم ثقه اللعيبه في نفسها. انت النهارده في ماتش الكويت اللعيبه ما عندهاش ثقه في نفسها، اللعيبه قلقانه، اللعيبه بتروح عند الجول وخايفه تروح للجول تجيب جول، اللعيبه عماله تحضر كتير، ما حدش عنده، ما فيش غير كره واحده الشوط الاول يا كريم اللي شاطها محمد النني. تخيل كوره كام، يعني انت بتتكلم في 45 دقيقه ما فيش واحده من بره 18 وانت مستحوذ على الكوره بتلعب في الثلث الاخير بتاع منتخب الكويت، ما فيش واحد شاط كوره من بره غير بتاعه النني وشاطها والراجل صدها، وكان ميسي جنب الكوره ممكن يقدر يعمل فول ويروح يجيب جول. ولكن عدم التركيز في الجزء الامامي كان واحده من اسباب المشاكل اللي واجهت منتخب مصر قدام منتخب الكويت. طيب خلينا نطير الى العاصمه القطريه الدوحه مع الزميل العزيز والصديق الغالي جدا علينا والمتميز والمتالق من السعوديه في قطر في الامارات. لازم ملوده خالد علي يكون له بصمه ويكون له حضور يغني الجميع، تاخد منه المعلومه وانت مطمن، تاخد منه الفيديو
وانت بتشاهده لاول مره، لان هو ملك الحصريات وملك الكواليس. الزميل العزيز الناقد الرياضي الكبير استاذ خالد علي، برحب بيك، مشرفني منورني. تحياتي وتحيات كابتن رامي سعد. حبيبي يا كريم، ومبسوط ان انا معاك كالعاده، ودايما يعني تخجل تواضعي كده بكلامك حبيبي يا متألق وثنائك وحروفك المرتبه. متألق يا حبيبي. فبشكرك يا كريم يا حبيبي. النهارده شفنا مباراة المنتخب، أولى المباريات المجموعة الثالثة. المباراة الأولى النهارده مصر والكويت، تعادل 1-1 وإهدار ضربة جزاء من عمرو السولية. الكواليس والأحداث عندك يا ملودة، عشان ننقل كل السادة المشاهدين وكل جمهورنا كواليس الأجواء هناك والبعثة والمنتخب وإرهاصات وفعاليات ما قبل وما بعد مباراة مصر والكويت. كريم، خليني اقول لك يعني نبدا من النهايه، ان في حاله زعل في البعثه بعد التعادل اليوم امام الكويت. يعني الزعل على النتيجه، الزعل على ان المنتخب قدر يخلق اكتر من فرصه، لكن ما كانش التوفيق حليفه الحقيقه ان هو يسجل اهداف ولاحت اكتر من فرصه للمنتخب، لكن اكتفوا بتسجيل هدف واحد من علامه الجزاء، رغم ان المنتخب حصل على ركله جزاء سابقه ونجح عمرو وفشل عمرو السولية ان هو يسجل هدف. واعتقد يا كريم ان ركله الجزاء دي كانت نقطه تحول في المباراه، لان أكيد. يعني ممكن تحس كده ان في قله ثقه شويه من اللاعبين في المستطيل الاخضر، وكان في حصل حاله كده من يعني القلق والدربكه بعد الكويت ما سجل الهدف الاول. على عكس سير المباراة، حتى جاءت يعني ركلة الجزاء الثانية الصحيحة 100%، ونجح محمد مجدي قفشه ان هو يسجل هدف في التعادل. ركلة الجزاء الثانية يا كريم كان فيها شوية كواليس كده، يعني اول ما اتحسبت عمرو السولية والحضري معانا الصور، انت هتفضل بالشرح يا استاذ خالد. كان يعني جري كده الدكتور ايمن زين على الكابتن حلمي طولان والجهاز الفني، وقال لهم خدوا بالكم عمرو السولية مسك الكوره وما ينفعش يشوط ونضيع الاولانيه. فالكابتن حلمي كان عامل حسابه، بدا يبعت لعمرو السولية ما تشوطش انت. الكابتن احمد حسن من برضه قعد يشاور له يا كريم. من لحظه احتساب ركله الجزاء لحد تنفيذ الركله كان في حوالي 3 دقائق يا كريم، لحد الحارس البديل بتاع الكويت يسخن ويقدر ان هو ينزل ويشارك، لان ركله الجزاء كان فيها حاله طرد حارس مرمى الكويت. نعم. فعمرو السولية مسك الكره فيهم تقريبا يا كريم 2.5 دقيقة، هو مش عايز يسيبها. لدرجه الحضري اتجنن على الخط ونادى لياسين مرعي وقال له روح له ما يشوطش، والكابتن احمد حسن يقول له لا، قفشه برضه يخلي الكره معاه. هتقول لي طب تحليلك ايه؟ هل عمرو كان عاوز يشوط؟ اقول لك لا، عمرو ما كانش عاوز يشوط، عمرو عاوز ياخد الكره، لان لعيبه الكويت كانوا بيعملوا ضغط على اللي هيسدد. لما هو يمسك الكره هو اللي هياخد الضغط كله، هيفكروا ان هو اللي هيشوط وهيكلموه، وهم بالفعل كانوا عمالين يكلموه وعاملين يناوشوه، بيحاولوا يوتروه قبل ما يشوط، لكن قبل التسديد ب 30 ثانيه خلاص ساب الكره لقفشه. بعد لما ساب الكره لقفشه لعيبه الكويت حاولوا ان هم يوتروا قفشه، يخرجوه من تركيزه في تسديد الركله، لكن عمرو السولية كان بيمنعهم ان هم يقربوا لقفشه وخلاه يسجلها باريحيه. انا بشوف ان الموضوع مش قصه ان عمرو السولية كان عاوز يسجل او كان عاوز يخالف تعليمات كابتن حلمي، لا هو كان بيحمي اللي هيسدد هو محمد مجدي قفشه. طول ما هو ماسك الكوره لعيبه الكويت كانت مركزه معاه وسايبين قفشه لوحده خالص يركز. طيب يعني هل الجهاز الفني ملوده كابتن عصام الحضري وكابتن دكتور ايمن زين وكابتن احمد حسن وكابتن حلمي طولان ما كانوش قادرين يفهموا ان عمرو السولية بيعمل كده عشان خاطر ان هو يقلل الضغط على زميله اللي هينفذ ضربه الجزاء؟ هل الناس دي يعني ما كانوش قارين ده في دماغه؟ ما كانش مثلا هو مثلا ما قالش مثلا لياسين مرعي لا روح قول لهم انا بعمل كده عشان كذا؟ بس هو كان في مشكله. زكي خلوده اخبارك ايه؟ كله زي الفل يا حبيبي، الحمد لله كله زي الفل. هو ازاي ما كانوش عاملين ترتيب يا لوده اللي اللعيبه يعني، وبين الشوطين كان المفروض ان يبقى في كلام لو جالنا ضربه جزاء الشوط الثاني مين يشوطها؟ دي كانت مهمه جدا. يعني النهارده انت بتلعب مع منتخب عايز اقول منتخب متوسط، يعني منتخب الكويت ده من المنتخبات المتوسطه في الكوره، يعني انت القيمه التسويقيه بينك وبينهم حوالي 6 مليون يورو، ففرق كبير جدا بين اللعيبه بتاعتك وكواليتي اللعيبه بتاعتهم. فازاي ان انت منتخب بحجم منتخب مصر وكابتن حلمي طولان والجهاز ما يبقوش عاملين ترتيب من 1 ل5 في ضربات الجزاء، وفي حاله ان احنا الشوط الثاني نجيب هدف او يجي لنا ضربه جزاء ما حدش يشوطها؟
استاذ خالد سامعني؟ سامعك يا حبيبي. بص، نعم. اكيد في ترتيب طبعا، لكن انت قفشه كان بديل، يعني قفشه ما كانش بادئ الشوط الثاني اصلا، كان بديل، نزل تقريبا في اخر 20 دقيقه على ما اتذكر. فبالتالي انت كمدير فني بيحصل عندك تغيرات في الملعب في اي وقت. ممكن يجي لك ركله جزاء، اللعيب رقم واحد اللي عاوز المفروض يشوط ما بيشوطش، بتحط ترتيب مثلا 2 أو 3. فاعتقد الترتيب موجود من الاول، لكن انت طول ما انت على الدكه قادر تسيطر وقادر توصل المعلومه، بتبقى الدنيا سهله. وممكن يكون الشكل او المظهر طلع في النهايه، بس تحس ان عمرو السوليه عاوز يشوط او بيتخانق ان هو يشوط ركله الجزاء. لا يعني حتى قفشه كان بيتكلم معاه، يعني ما كنتش شايف قفشه متعصب، لا ما كنتش شايف خالص. قفشه ابدا اي غضب او انفعال او احتد في الكلام على عمرو السوليه ان هو يشوط. لا، السوليه كان واخد الكوره بايدين الاثنين. لعيبه الكويت بيتكلموا معاه وقال لقفشه ابعد انت. حتى لما قفشه خد الكوره وخرج بره ال 18، بعد عن الضغط، بعد عن الكلام ده كله، وهيئوا له المناخ لما حط الكوره على ال 18 علشان يشوط. ف لعيبه مصر قدروا ان هم يحموه بشكل كويس، وقدر يخش على ركله الجزاء وهو مركز، والحمد لله قدرنا ان احنا نتعادل. يعني عاوز اقول لك كمان يا كريم، نعم. من ضمن الكواليس كابتن حلمي طولان دخل اوضه اللبس للعيبه بعد المباراه، قال لهم انا بشكركم على ادائكم النهارده. نعم. قدمتوا مباراه كويسه، بس التوفيق ما كانش حالفنا. نعم. محتاجين ان احنا نركز الفتره اللي جايه، لان الفتره اللي جايه هتبقى اصعب واهميتها نعم. هتزيد. محتاجين نكسب الماتشين ان شاء الله علشان خاطر نامن التاهل للدور التالي. نعم. كان في رضا نسبي عن الاداء بعد خلق مجموعه من الفرص، في عدم توفيق. كابتن حلمي شاف ان مفيش توفيق، ان شاء الله التوفيق يبقى حليف المنتخب يا رب ان شاء الله. مباراة الامارات يوم السبت ان شاء الله، الثلاث، ويوم الاردن ان شاء الله يوم السبت. الامارات يوم السبت 6 ديسمبر، والاردن يوم الثلاث 9 ديسمبر. ملوده الامارات السبت والاردن الثلاث. نعم. ملوده الحضور الجماهيري، يعني النهارده انا ما كنتش مبسوط بالعدد. عندنا جاليه محترمه جدا جدا، وناس كلهم بتوع كوره، يعني لما بنشوف اي حاجه في قطر اهلي وزمالك الملعب بيمتلئ عن اخره. لكن النهارده الحضور الجماهيري، وبرضه سمعت كلام على نسبه التذاكر الخاصه بالاتحاد الكوره او الجماهير المصريه. لو عندك اي تفصيله او اي معلومات فيها يا ريت تفيدنا بيها. شوف يا كريم، يعني الاتحاد المصري لكره القدم المفروض بياخد 5% نعم. من بتاعه الاستاد. نعم. تمام. الجاليه المصريه في الحقيقه يا كريم ما اثرتش نهائيا. الجاليه هنا يعني حضرت رابطه مشجعي الاهلي، شحنت الجمهور وحسيتهم ان هم يحضروا منتخب مصر ولازم نساند. نفس الامر بالمناسبه رابطه مشجعي الزمالك. نعم. الزمالك نعم. ايضا كانوا موجودين. عدد الحضور الجماهيري النهارده كان 24632 نعم. مشجع. اعتقد منتخب مصر كان له منهم ما لا يقل عن 18000 مشجع. نعم. الكويت النهارده كانت جايبه طيارات من الكويت نقلت الجمهور نعم. على المباراه مباشره. شايف ان الجمهور، بس انت ممكن تحس ان العدد مش كبير، لان استاد لوسيل كبير. نعم. يعني اكيد 70000 ساعته 80000 80,000 بالظبط 80,000 مشجع. فال 24 يبانوا ان هم قليلين. نعم. لكن لو في استاد مثلا صغير شويه كريم 40,000، لا هتشوف تحس ان الاستاد فل مكتمل. نعم. عن اخره. لكن انت اهم حاجه يهمك المردود دور. نعم. المشجعين أكيد. كان ايه؟ نعم. هل شجعوا؟ هل كانوا نايمين؟ هل الكلام؟ لا، الجمهور كان بيشجع، كان موجود. كان في تحيه خاصه لقفشه ولما قام يسخن. نعم. يعني كان في اجواء كويسه للجمهور المصري يعني. نعم. كالعاده. نعم. وان شاء الله يعني يتواجدوا بشكل اكبر في المباريات القادمه. طبعا الجمهور المصري يعني جمهور كبير يا كريم وواعي. حتى كنت بكلم مصطفى سعد ميسي بعد المباراه نعم. وبساله عن رسالته للجمهور. قال نتمنى، بنشكر الجمهور اللي كان موجود النهارده معانا، ونتمنى ان الجمهور ما يسيبناش. الجمهور ده طول ما هو في ظهرنا ان شاء الله هنحسن النتائج الفتره اللي جايه. أكيد. ونتاهل بامر الله تعالى. زياره معالي الدكتور وزير اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه للمنتخب بالامس، وهو كان مدعو ضمن كبار الزوار لحضور حفل الافتتاح في كاس العرب. مردوده على اللاعبين، وهل تعتقد ان كابتن حلمي طولان في مباراتي الامارات والاردن هيكون له تدخل فني باجراء بعض التغييرات ام لا؟ لا، ما سمعتش السؤال في الحته الاخيره يا كريم. التغييرات الفنيه اللي ممكن يجريها كابتن حلمي طولان
على مباراتي الامارات والاردن. يعني ممكن نشوف مروان حمدي مكان محمد شريف المباراه الجايه. شوف يا كريم، اعتقد التغييرات الفنيه المنتخب النهارده كان واضح ان كان في اجهاد على بعض اللعيبه. اكرم توفيق مثلا كان تعرض كده لاصابه في نهايه المباراه، لكنه تحامل على نفسه وكمل المباراه حتى نهايتها. وقع على الارض بعد الصفاره، نزل له الجهاز الطبي، وقفوا معاه وهو خارج. كان باين عليه ان هو متاثر ببعض الالام في رجله. وفقا للحاله الطبيه للعيبه هتبان ايه ممكن يتم، لكن بتصور ان هيبقى فيه تغييرات فنيه في المباراه القادمه، على الاقل في مركزين 3 كمان يا كريم يعني. نعم أكيد. خاصه في الشق الهجومي. فاعتقد ان الكابتن حلمي هيذاكر كويس منتخب الامارات، وهيعرف نقاط القوه والضعف، وبناء عليها هيحط التشكيل المناسب والخطه المناسبه اللي زي ما بقول لك بعتقد انها مش هتقل عن تغييرين 3 في التشكيل الاساسي اللي كان موجود اليوم. رساله الدكتور الوزير اشرف صبحي للاعبين قبل المباراه، وانطباعاته ايه كمان بعد مباراه الكويت؟ خليني اقول لك ان يعني وجود الدكتور اشرف صبحي والمهندس هاني ابو ريده مع المهندس حسن فريد كرئيس للبعثه، نعم. كان عامل حاله من التفاؤل الشديده. طبعا يا كريم انت عارف اللعيب لما يحس ان ممثل الحكومه، نعم. الوزير موجود، ممثل اتحاد الكوره، رئيس اتحاد الكوره ذات نفسه، نعم. موجود، الكل بيشتغل ان هو يذلل لهم كل العقبات، بيحمسوهم بشكل كبير، بيقعدوا معاهم بيسمعوا لهم، بينقلوا لهم نبض الشارع، القياده السياسيه بتوجههم لايه وبيساندوهم ازاي، وبيتمنوا ان هم يروحوا الى ابعد نقطه في البطوله، وهدفنا الفوز بالبطوله. في الحقيقه ان يعني الدكتور اشرف وجوده اصلا في حفل الافتتاح نعم. واشاد الحقيقه بالتنظيم القطري وبالتعاون المصري القطري كدولتين عربيتين يعني، نعم. أكيد. تاريخهم كبير في الشراكه وفي التعاون وفي الوحده العربيه. ربنا يديمها علينا نعمه يا رب يا كريم. امين يا رب. يجمعنا دايما كدول عربيه آمين. باذن الله، ويبعد عننا اي شر او اي مكروه. امين. الزميل العزيز والناقد الرياضي الكبير استاذ خالد علي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه. يعني غطت لنا كل حاجه ودخلنا كاننا موجودين معاك في الدوحه. بشكرك شكرا جزيلا صديقي العزيز الناقد الرياضي الاستاذ خالد علي. كابتن رامي، لو رحنا للمباراتين المقبلتين للمنتخب، وهبدأ من حيث انتهيت مع الزميل خالد علي حول التغييرات الفنية على التشكيلة بتاعة المنتخب المصري أمام منتخب الإمارات يوم السبت القادم. ككابتن رامي كمدير فني، لو هتعمل تغييرات في التشكيلة بتاعة المنتخب، هتختار مين ومين ممكن تدفع بيه في هذه المباراة المهمة جدا جدا جدا، وأي نتيجة غير الفوز هتدخلنا في حسبة بيرما وهتدخلك مباراة الأردن وأنت ركبك بتخبط في بعض. عندك أنا شايف إن ممكن يلعب مروان حمدي نعم كمهاجم مكان محمد شريف، ممكن يلعب بكريم فؤاد مكان يحيى زكريا، وممكن يلعب بميدو جابر مكان ميسي. الحقيقة الثلاثة ممكن يبقوا إضافة كويسة جدا مع التوليفة اللي موجودة لمنتخب مصر، وإن كابتن حلمي طولان بيلعب ب3 فلات، ديت واحدة من الحاجات المهمة جدا. بيلعب 3 في نص الملعب فلات، ودي نعم. طريقه الحقيقه طريقه مهمه جدا، تقدر تمتلك الكره في نص الملعب بشكل كبير، تقدر تغطي المساحات داخل نص الملعب، ودي حاجه من الحاجات اللي بيعملها كابتن حلمي جيده جدا بالنسبه لي الحقيقه. رغم تحفظ حضرتك في البدايه على ياسين مرعي وعلى رجب نبيل وعلى التمركزات الخاطئه وعلى الاخطاء الدفاعيه وعدم التمركز السليم، الا ان انت ما اجرتش اي تغيير على السردباكين او المركز المساك في المباراه القادمه. انا شايف ان ممكن يبقى في تغيير واحد بس، انا دايما في فلسفه او مدرسه تقول لك بدل الاثنين مدافعين ماشيين بشكل كويس ممكن نسيبهم. انا اعتقد ان هو ممكن يلعب متفاهمين مع بعض بالظبط كده. نعم. انا اعتقد ان هو يمكن يضيف الونش، ممكن يدخل الونش، بما ان الونش في الفتره الاخيره الحقيقه ماشي مع نادي الزمالك بشكل جيد جدا. ممكن يكون شايل الونش للمباراه اللي جايه عشان مباراه مهمه، وخاصه واعتقد ان هو كان سايب مروان حمدي النهارده ويبدا بشريف ويجرب شريف خد فرصه النهارده الحقيقه. انا زي كابتن اسامه نبيه صح؟ انا زي كابتن اسامه نبيه كنت مخبيهم لما اطلع لما اصعد يعني. فانا لا، هو ممكن يكون عامل ده على ان برضو خلي بالك منتخب الكويت مش منتخب مخيف، هو منتخب جيد، ولكن انا اعتقد ان هو اضعف في المنتخبات في المجموعه. والله يا كابتن رامي، يعني اللي انا اعرفه في الكوره ان انا منتخب الكويت زي منتخب البرازيل.
أيوة. تونس كسبت البرازيل، أنا سوريا كسبت تونس. أنا معاك. حضرتك أنا انت معاك. لسه كنا بنتكلم قبل الهوا في النقطه دي. أنا حضرتك معاك. دلوقتي انا اخش اخد الثلاثه بونت من الكويت وارمي كل اوراقي الرابحه في المباراه دي واخد 3 بونت، احط رجلي على رجل واروح اتعادل لي الماتشين الجايين. انا لسه انا مثلا يعني اضم صوت لصوتك، ولكن انا بقول لك في فلسفه وفي مدرسه بتقول كده. مش عارف إن هو بصراحه يعني لما الناس بيحس بتتعامل معانا، لا لما بيتعاملوا معانا بأني مدرسه. والله انا يا جماعه عايزين نكسب، عايزين منتخب بقى يخش ياخد الثلاث مباريات كده مكسب ويطلع. خلي بالك برضه انت ما عندكش لعيبه ما تقدرش تلعب 3 ماتشات ورا بعض بقوه عاليه او بشده عاليه، لان المباريات خلي بالك كل 3 ايام مباراه، فدي شده عاليه وجهد بدني عالي. والله يا راجل يعني مش يعني لا لعيبه مريحه، انت اللعيبه اللي عندك خلي بالك انت برضه الدوري مش بالقوه اللي انت شايفها. والله العظيم الدوري المصري مش بالقوه اللي انت شايفها، مش بالقوه اللي انا شايفها. دي منتخبات برضه يعني لها كامل، لكن انا لعبت، انا عندي في بطوله الدوري وبطوله كاس مصر وبطوله كاس وافريقيا، الانديه بتلعب كل 3 مباريات ومتعوده على هذا الحمل وهذا الجهد وهذا التعب وهذا الضغط. يعني هو احنا مستنيين ايه تاني يا عم رامي؟ خلي بالك المغرب عماله تاكل الاخضر واليابس يا عم رامي، وهي اللي هتاخد البطوله السنه دي يعني بالاداء اللي بتاع امبارح ده، بالاداء بتاع امبارح ده مرشح الاول طبعا. هي اللي هتاخد بلا منافس طبعا. لان الحقيقه شوف يا كريم، انا في دلوقتي بعد المشروع طبعا لمشروع لاكتشاف المواهب في مصر. ده احنا عايزين نبقى الاسبوع الجاي ده نشتغل بقى على البرزنتيشن بتاعته، عشان دي تماشيا مع دعوه فخامه الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، اللي طرح فيها فكره ليه ما يكونش عندنا 6000 محمد صلاح ان شاء الله باذن الله، بسواعد ابنائنا وبحضرتك وباللي زيك وبالافكار اللي زي دي هنعمل ده وهنوصل لده. فليه لا ان احنا الحلقه نخصص حلقه المره الجايه ان شاء الله نسرد فيها هذا النموذج وهذا المقترح وهذا المشروع اللي هيكون مشروع للدوله المصريه ولاتحاد الكره وللبراعم وللجنه المسابقات ولوزاره الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي، ونعرف نتواصل معاه ونعرف نقدم الفكره دي لخدمه المنتخب، لخدمه منتخبات. انا عندي منتخب كابتن اسامه نبيه طلع من كاس عالم بكارثه، كمنتخب كابتن احمد الكاس طالع بفضيحه، حاجه مش مقبوله ومش طبيعيه. حتى المنتخب الاول الثاني والنهارده تعادل مع الكويت برضو مش مقبول. يعني الموضوع في مشاكل، مع اني عندي المغرب عماله ما فيش كاس عالم الشباب، هو كل تكسب كاس عالم، المغرب بطل عالم. كل حاجه كيمو بتخطط لها مظبوط، نعم بتنجح حتى لو هتاخد وقت. بالظبط. خلي بالك اي دوله في العالم عشان تقوم، احنا منتخب بلجيكا ده عشان يوصل ياخد بطوله اوروبا ويوصل تاني عالم ويوصل كده، وما وصلش من فراغ، عمليه تخطيطيه بحته، بداوا يطوروا ويشوفوا ايه المشاكل اللي عندهم، بداوا يشتغلوا عليها. عشان كده احنا شفنا منتخب بلجيكا زي ما بيقولوا كده بياكل الاخضر واليابس في اوروبا. نعم. فعشان انت توصل للمرحله دي، انت اسبانيا محتله اوروبا بقالها اكتر من 12 سنه او 15 سنه. ليه؟ لان اسبانيا اتجهت التأسيس الجيد للاعبين. عشان كده تلاقي برشلونة نص الفرقة أو 3/4 فرقة برشلونة من أكاديمية لاميسيا بتاعت برشلونة. نعم. كلهم أبناء النادي. ليه؟ لأن هم بيخططوا بشكل حريص جدا، باسلوب علمي بحت يا باشا. ده قبل ميسي ما يبطل، قبل ميسي ما يبطل كوره ب10 سنين كانوا بيجهزوا بديل ميسي. ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. الناس ما عندهاش وقت تهزر. بص هم بيخططوا لكل 5 سنين ب5 سنين. طبعا النهارده انت مثلا انت بتخطط في ال5 سنين دول، اكتشفت على الاقل، يعني احنا مثلا في المشروع ان شاء الله احنا بنعمله وانت واحد من ضمن المشروع ان شاء الله. معانا المهندس محمد عبد السلام، واحد من الناس الحقيقه العباقره في موضوع التطوير والحاجات دي، هيبقى موجود معانا برضو ان شاء الله. ان انت النهارده بتتكلم ان انت تعمل خطه ل5 سنين تكتشف فيها 2700 لعيب على مستوى مصر، تصفر منهم مثلا بتاع 1000 لعيب او 500 لعيب بره مصر. مش محتاج اكتر من كده، مش عارف اجيب منهم 22 28 لاعب. خلي بالك انت بتتكلم ان انت لما توصل مثلا 29 كاس عالم 29 تحت 17 سنه، هيبقى عندك قوام منتخب مصر مش عارف تختار مين ولا مين يبقى موجود في منتخب مصر من كثره اللعيبه في السن ده. عندك 1000 محترف، شوف بقى انت هتختار ايه. فانت بتتكلم ان انت بتخلق جيل او بتربي جيل او هتعمل نشأة الجيل يقدر ينافس على البطولات الافريقيه والدوليه. نعم. وفي نفس الوقت يحترف بره مصر ويقدر يعمل لك شكل كبير جدا في اوروبا. زي ما احنا بنشوف النهارده المغرب عندها اكتر من 2000 محترف يا كريم. نعم. تعمل ريسيرش على الانترنت بيطلع لك فوق ال 2000 وحاجه محترف في كل دول العالم، مش في اوروبا بس، في كل دول العالم بتلاقي لعيبه. عشان كده مدرب النهارده وليد الركراكي لما بيجي يختار منتخب المغرب، خلاص هو ما عندوش مشكله في الاختيارات. ليه؟ لانه بياخد ألمع النجوم في الدوريات الكبيره. فخلاص هو عنده منتخب ما شاء الله قوي جدا، عنده حارس مرمى عملاق، عنده كل الامكانيات، يعني سخروا له امكانيات الدوله
لتطوير مشروعه ومشروع الدوله. وفي الاخر انت بتشوف النهارده المغرب في الكاف بتحصد كل الجوائز، كل حاجه. يعني فالنهارده بص انت اللي انا بتكلم فيه ان فخامه السيد الرئيس الحقيقه يعني عايز يعمل حاجه فعلا في مجال الكوره. نعم. واحنا ان شاء الله نبقى من ضمن الناس اللي تقدر تطور في الكوره في السنين اللي جايه. منتخبنا عنده مباراه مهمه امام منتخب الامارات 8:30 يوم السبت القادم 6 ديسمبر. توقعاتك لهذه المباراه؟ يعني شوف احنا دايما المنتخبات المصريه او منتخب مصر الاول، ما فيش عندي اول وثاني الحقيقه. نعم. لان ده منتخب مصر الاول اللي انا واحد من الناس ما بقولش كده. انا شايف بقول منتخب مصر. انا شايف ان دي واحده من الوحدات الظالمه. نعم. ان انا النهارده عامل تفرقه لمنتخب مصر. هو احنا لو خدنا البطوله دي هيقول لك منتخب مصر الاول الثاني خد البطوله، ولا يقول لك مصر خدت البطوله؟ بالظبط كده. مصر ثاني البطوله، مصر ثالث البطوله. بالظبط، مش هقول مصر الثانيه خدت البطوله. مصر المنتخب الاول، المصري الثاني. فخليني اقول لك منتخب مصر الحقيقه نعم. لما بيتحط في الازمه وبتشوف معدن اللاعبين المصريين الحقيقه. احنا عندنا خلي بالك اللعيب لما بيروح يعمل اختبارات في اوروبا بيروح ياكل النجيله اول شهر اول شهرين، وبعد ما يوقع يجي يضرب غطس لتحت. ليه؟ خلاص اطمن ان هو موجود وخد الفلوس والكابتن راح لعب في اوروبا، فخلاص بالنسبه له الموضوع منتهي. أكيد. فاعتقد ان شاء الله مباراه الامارات ان شاء الله هنكسبها. بس مباراه صعبه. المنتخب الاماراتي عنده لعيبه كويسه ولاعيبه صغيره في السن جدا، فدي خلي بالك برضو حاجه كويسه. ولكن منتخب مصر انا اعتقد ان هو قادر ان هو يعني يجتاز المباراه ان شاء الله بسهوله باذن الله. ان شاء الله يكتب التوفيق لمنتخبنا المباراه، ثم بعدها نعرج على مباراه المنتخب امام منتخب الاردن. توقعاتك وانت طبعا الاردن دي بقى الأردن يعني الفتره الاخيره طويله. الاردن الفتره الاخيره الحقيقه في تصفيات كاس العالم الحقيقه عمل واحده من اعظم الحاجات اللي موجوده في الفتره الاخيره. والحقيقه بقى لهم اكتر من حوالي 15 سنه والاردن بيحاول يطور في الرياضه ويطور في الكوره. نعم. منتخب الاردن نفس الحاله بتاعت منتخب مصر لما بتحط تحت ضغط بتشوف اللعيبه بتلعب بكل قوه وكل حماس. والحقيقه جلاله الملك بيدعم المنتخب الاردني بكل قوه، هو والامير علي بن الحسين. نعم. فاعتقد ان المباراه هتبقى صعبه. مباراه مصر والاردن هتبقى اصعب من مباراه مصر والامارات. يعني منتخب مصر والامارات انا اعتقد ان منتخب مصر ان شاء الله يجتاز مباراه الامارات بشكل ان شاء الله يبقى فيه سهوله. نعم. ولكن مباراه الاردن هتبقى مباراه صعبه، وهتبقى هي ديت اللي هتحطك في المجموعه، انك تتصدر المجموعه، انك تخرج بره المجموعه وتطلع لدوري للدور الثاني. تذكرة سريعة بمباريات بجميع المباريات اللي أقيمت في كأس العرب. البداية كانت مع تونس وسوريا وفاز المنتخب السوري بهدف نظيف. قطر وفلسطين، المنتخب الفلسطيني مليون مبروك بيفوز على قطر المستضيفة صاحب الأرض بهدف نظيف. المغرب بتفوز بأعلى سكور في البطولة حتى الآن 3-1 على جزر القمر. مصر والكويت تعادل إيجابي 1-1. السعودية بتفوز على عمان 2-1. النهارده الاربع كابتن رامي المباريات الجزائر والسودان. الجزائر طبعا. نعم. خلي بالك منتخب السودان عنده منتخب جيد جدا في ظل ان هو ما عندوش. والجزائر وجماهير الجزائر اللي هتلاقي الملعب بتقفل. انا اعتقد ان منتخب السودان هيعمل مفاجاه قدام قدام الجزائر. المنتخب السوداني عنده مجموعه لعيبه شباب. توقعت الجزائر بس عندك النهارده ممكن تلاقي مفاجاه النهارده. ما البطوله دي كلها ماشيه مفاجات. يعني اعتقد ان ممكن يبقى في مفاجاه طيب. للسودان ان لم يحدث. العراق والبحرين الاشقاء دول. لا العراق منتخب قوي الحقيقه. أكيد. منتخب جيد جدا. الامارات والاردن. الاردن دي مجموعتنا دي. الاردن افضل كتير. يوم الخميس تونس وفلسطين. تونس تونس منتخب جامد جدا. نعم. قطر وسوريا. قطر. نعم. يوم الجمعة المغرب وعمان. المغرب وعمان مغرب. السعودية وجزر القمر. السعودية وجزر القمر. السعودية عندها تيم جيد جدا الحقيقة. نعم. عندها فرقة كويسة قوي. كابتن رامي بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني. سعيد معاك جدا النهارده، ويعني قدرنا الحمد لله ان احنا نغطي كل التفاصيل وكل الكواليس الخاصه بمنتخبنا. احنا هنا مع اي منتخب وفي ظهر اي منتخب وفي ظهر اي جهاز فني بيمثل منتخب بلدنا الى ان يحدث جديد. فكل الدعم للكابتن حلمي طلال، كل الدعم للكابتن حسام حسن، كل الدعم لكل لاعبتنا وكل الاجهزه الفنيه. كابتن رامي بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني. حبيبي يا نجم مصر، انا دايما بتشرف بالتواجد معاك. حبيبي. اعزائي المشاهدين بشكركم على حسن المتابعه، على امل ان يتجدد اللقاء مع حضراتكم في كلام جديد، كلام في الكوره الاسبوع القادم. اسيبكم على الف خير.